السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. مين فينا مش بيتمنى يشوف رؤى تبشره برضا ربنا عليه سبحانه وتعالى؟ مين فينا مش بيحب انه يفهم المعاني اللي جايله في الرؤى، المبشرات اللي بتقوله انت ان شاء الله عملك صالح وانك رجل صالح؟ الحقيقة ان الصالحين مننا ويا رب يجعلنا منهم بيشوفوا رؤى في منتهى الجمال. انا بشوف رؤى لبعض الاشخاص اللي بقول اللهم بارك، انتوا بتعملوا ايه؟ لازم اعرف بيعملوا ايه. وسبحان الله العظيم لا اخفيكم سرا، معظم الناس اللي بتشوف رؤى جميلة جدا جدا بتكون بدرجة كبيرة قوي من باب الصدقة ومن باب الإطعام، ودرجة كبيرة كمان بتكون في بر الوالدين، وده بيظهر في الأحلام. وبدرجة كبيرة قوي بتيجي للناس اللي عندهم حسن معاملة، عندهم إحسان في حياتهم. رمز الشجرة، لما تشوف شجرة في الرؤية دي ما بتبقاش جاية كده وخلاص، ده لها معنى ولها معنى كبير جدا. احيانا بتكون انت رمز الشجرة دي في الرؤية، وببقى منتظرة جدا هتحكي لي ايه، شفت ايه في الشجرة؟ يا ترى شفتها من غير ورق، ولا شفت الاغصان بتاعتها منكسرة؟ طب شفت الجذور بتاعتها مثلا كأنها قربت تقع او كده، ولا شفت الساق بتاعها مثلا ممزق او كده؟ كل دي حاجات مش كويسة. إنما الصالحون سبحان الله بيشوفوا شجرة في الرؤية ويقول لك أنا مش عارف أوصف لك هي قد إيه، الساق بتاعتها كبيرة جدا وعظيمة، ويقول لك وكأني شفت من تحت الجذور بتاعتها قوية جدا وممتدة داخل الأرض. رمز الساق والجذور لما يجي كده في الرؤية معناها إنك إنسان عايش على الأرض بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة اللي شبهها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت دي لما تشوف الجذور العميقة في الرؤية معناها ان انت انسان بتلتزم حسن الاخلاق والطباع مع الناس، انسان دينك قوي وثابت، عندك ثبات في الدين، عارف الأصول، عارف الحقوق. وكل ما زاد العمق بتاع الجذور في الرؤية كل ما زاد قوة إيمان الرائي. يعني مثلا هي شافت شجرة بعينها ولكنها في الرؤية كان وراها كتير قوي، دي أعمال صالحة، كلمات صالحة، أذكار، تسبيح. ويذكرني ده برؤية لسيدة كانت من أجمل الرؤى اللي جات لي في الأشجار. اتشاف لها إن الشجرة اللي قدام بيتها بتاعتها، يعني ساعات أنت تحلم بشجرتك نفسها ولكن فيها بعض التغييرات، وبيكون كل صفات الشجرة دي عايدة عليك أنت. اتشاف لها إن الشجرة اللي قدام بيتها دي هي أصلا شجرة موز ما فيهاش طرح. اتشاف ان الشجرة دي بتطلع بلح رطب، مثمرة بلح رطب كتير قوي، وان السيدة دي واقفة وسط اطفال كتير وعمالة توزع عليهم وتقطف من الشجرة البلح الرطب وتديهم، وكل ما تيجي تقطف واحدة بلحاية واحدة تلاقي طلع في ايديها 3 بلحات رطب وتبدأ توزع على الاطفال. طبعا الرؤية دي في منتهى الجمال لانها تعود على الرائية. طبعا البلح بيطلع في النخيل، تمام؟ فهنا معناها ايه؟ وش معنى البلح اللي جه في الرؤية هنا او الرطب؟ ما ده بيذكرنا بالحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني طلع ولو معاك نص بلحة طلعها لله لعل دي تكون حاجز بينك وبين النار. وهنا السيدة دي ما شاء الله سيدة تبارك الله فاعلة للخير، سبحان الله ربنا فتح لها باب الصدقات. والاولاد اللي ظهروا جنبها في الرؤية وانها بتوزع عليهم البلح ده هي فعلا في الحقيقة بتعمل إطعام، ربنا يبارك لها يا رب. فكل ما بتيجي تاخد بلحة بيطلع 3، هي دي بقى البركة اللي أنا بقول ربنا يبارك لها يا رب، لأن هي نيتها كويسة. مثلا أنا معايا 100 جنيه هي دي اللي هقدر أطلعها لله، ولكن ممكن يكون أجرها عظيم جدا عند ربنا وربنا يضاعفها لي 3. ليه؟ لأن ممكن أنا يكون كل اللي معايا أصلا 200 جنيه فأنا طلعت نص اللي معايا. والمفروض إن إحنا لا نستصغر من المعروف شيئا، يعني ما تقولش يعني هطلع 5 جنيه، يعني ما هي دي بالنسبة للي معاك كام. انت ممكن تطلع 100 جنيه تكون هي نص رأس مالك، لكن واحد تاني ممكن يطلع 100 جنيه وهو معاه 1,000,000 جنيه. فهمتوا؟ علشان كده السيدة دي ربنا بإذن الله يتقبل منها، وظهرت لها الشجرة دي تشجيعا ليها ان ربنا بيبارك لك، ان ربنا بإذن الله متقبل منك. وبشوف ان الرؤى دي لما نفهمها سبحان الله بتشجعنا جدا وتكون مبشرة جدا للرؤية. رمز الايد البيضة في الرؤية والرجل البيضة او القدم البيضاء. ابص الاقي في الرؤية ان انا ايدي منورة وكأنها
بيضة جدا جدا لدرجة ان الرائي يقول انا حسيت انها طالع منها نور. الرؤية دي في منتهى الجمال، لانها بتدل على صلاح حال الرائي. مستحيل تكون بتعمل السيئات والفواحش والذنوب الكبيرة جدا وتشوف ان ايدك بيضة ومنورة كده في الرؤية. لاحظوا معايا تشبيهات القرآن الكريم للايد في الرؤية، ايات كتيرة قوي. مثلا الآية بما قدمت ايديهم، الآية اللي في سورة ياسين ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. الإيد في الرؤية بتدل على العمل، على الصلاح. في ناس بتشوف على فكرة ايديها ايد قذرة جدا، اظافر متسخة. الايد تقولك انا حسيت انها ايد قرد او ايد وحشة بشعة. اليد في الرؤية تفسيرها مهم جدا، حتى الايد اللي مربوطة ناحية العنق لها تفسير، الايد الطويلة لها تفسير، حاجات كتيرة جدا تم تشبيهها بيها في القرآن الكريم. فلما اشوف ايدي بيضة ومنورة تعرف انك ان شاء الله انسان صالح، والعمل الصالح اللي انت بتعمله زود فيه بقى. اوعى تقف عند هنا تقول انا خلاص كده تمام. اوعى يا جماعة نقع في الفخ ده. دايما لما تشوف نفسك على طاعة زودها، ما تشوف رؤية تشجعك تقولك انت كويس اعمل اكتر، وزود في الباب اللي ربنا فتح لك فيه. وبرضو رؤية القدم البيضاء في الرؤية بتدل على انك بتسعى في الخير. مثلا واحد بيحاول يساعد على قد ما يقدر، يمشي في مصالح ناس تانية، بيحاول ييسر على الناس اللي الحاجة اللي يقدر يساعد بيها بيساعدها، حتى لو مش بيمشي برجله. الو فلان معلش انا عندي فلان عايز يعمل كذا، ممكن تسهل لي كذا. الناس دي تفتكروش ان الاجر ده بسيط، ان شاء الله ربنا يضاعف لكم ده، لانك بتسعى في التيسير. والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. طول ما انت بتساعد انت، لكن ربنا بعد كده هو اللي بيساعدك لانك بتساعد غيرك، ودي حاجة كبيرة جدا جدا. اذا شفت رجلك بيضة في الرؤية ابشر ابشر. طبعا ممكن تكون دلالات الرجل البيضة بالشفاء وحاجات كتيرة، ولكن اذا لقيت ان هي عاملة زي ما تكون مطلعة نور كده، رؤية مبشرة جدا. في ناس كتير بتقول انا بشوف اموات كتير. انا ليه بشوف الميتين كده؟ انا فلان ده مش على بالي خالص. انا اخت جدتي دي انا تقريبا ما شفتهاش الا مره وانا صغيره، ليه احلم بيها؟ انا يا جماعه بشوف كميه اموات في الرؤى. هو انا كده بعد الشر هموت؟ دايما ايه، هو انا كده هموت؟ كلنا هنموت ان شاء الله، ربنا يحسن ختامنا ان شاء الله، ربنا يطول في عمرك وعمل صالح باذن الله. لا، شوفوا يا جماعه، كل ما الانسان كان نقي جدا، صادق في حياته، قريب لربنا، مش على باله انه يأذي حد ولا ينتقم من حد ولا يقعد يدبر لحد ولا يمشي في الفساد في الارض، كل همه ان هو ازاي يتقي الله اكتر وبيسعى على بيته وعلى حياته كده، تلاقي ان عنده شفافية، عنده روح نقية، عنده بصيرة. في فرق كبير قوي من عندي بصر انا بشوف وعندي بصيرة. ربنا مديلي ان انا اشوف حاجات اكتر في المنامات، ودي نعمة. ما تصحيش بقى تقولي او تصحى تقول هو انا بقى كل يوم هشوف متوفى شكل، انا تعبت، انا مش عارفة ايه. اوعى تقول كده على الاحلام، لان دي نعمة من عند ربنا. في ناس كتير قوي ما تشوفش رؤى وبتتمنى تشوف رؤى لحاجات معينة تنور بصيرتها. دايما تقول الحمد لله على نعمة البصيرة، وحاول تتفكر في الرؤية. فكثرة رؤى الاموات ما تقلقكش خالص، بالعكس بتدل قد ايه انت شخص نقي من جواك طيب، باذن الله تكون انسان صالح. الرمز ده عجيب شوية، هي كثرة رؤية رموز الشر. او انا مش بتقولي دي علامات ان انا انسان صالح؟ ما انا هقولك استنى عليا. انك بتشوف رموز الشر في الرؤية زي حاجات كتيرة قوي، زي التعابين، زي النمور، زي الاسود، زي الثعالب، زي الكلاب، حاجات كتيرة قوي ممكن تذكر في الرؤى. ولكن لما بتشوفهم بتلاقيهم بيجروا منك، او بتلاقيهم اموات بلا حول منك ولا قوة، او بتلاقيهم مساجين ومذلولين في الرؤية. في ناس بتشوف الحيوانات دي في صيغة حاجات بتتعذب، حاجات بتتلسع، حاجات زي كده، ويقول لك انا مش عارف هو انا ليه بشوف الحاجات دي كتير. الحاجات دي معناها انه قرآنك، صلاتك، قربك لله سبحانه وتعالى بيذهب عنك الكثير من الشر. يبقى لما الاقي الشر بعيد عني اعرف ان ربنا بينجيني، وربنا بينجي العبد اللي دايما بيدعوه قريب منه وما بيستجيرش الا بيه هو بس. يعني ما بيقعدش يفكر ازاي ينتقم او ان هو يدبر لحد مكيدة او سحر او كذا او كذا. واحيانا يظهر بعض الاسود مثلا في الرؤية، وهي بالنسبة لي من اصعب ويعني الرموز اللي مش بحب خالص لا اشوفها ولا حد يشوفها. فتشوف ان انت عشان انت انسان صالح واقف قدامها بتواجهها. سبحان الله، جات لي الرؤيه دي وتحققت ووقعت لسيده كبيره في السن، هي كانت بصحتها ودنيتها تمام وكل حاجه، وشافت ان قدامها حوالي 3 اسود، وهي واقفه فاتحه دراعتها على الاخر وبتقول انا مش خايفه منكم. تمام،
بعد سبحان الله الرؤية دي ما كملتش اسبوع، 10 ايام كان توفاها الله سبحانه وتعالى. هنا الاسد جه عليها برمز الموت، وسبحان الله كنت مستبشرة خير انه بإذن الله طالما الأسود ما هجمتهاش، طالما ما أكلتش منها، طالما ما حصلش حاجة سيئة، إن شاء الله ما يكونش حصل يعني ما يحصل لهاش حاجة. ولكن سبحان الله كان معنى الرؤية أنا بواجه الموت بمنتهى الأريحية، أنا إنسانة صالحة، أنا مستقبلة ومستعدة لملك الموت يجيلي في أي وقت. الإنسان اللي حياته كلها قاعد مستعد لملك الموت يجيله في أي وقت، يجيله هو صلى الظهر ما فوتهوش، يجيله هو نايم على طاعة، يجيله هو نايم تايب لله سبحانه وتعالى إذا كان ذكر أي حاجة أو كذا أو كذا، اللي دايما على لسانه الأذكار ودايما في القرآن قارئ للقرآن وكذا، بيكون ده الشخص اللي مستعد للموت في أي وقت خلاص. ففكرة إن هي تيجي في الرؤية فاتحة دراعاتها على الآخر وتقول أنا مش خايفة منكم، ففتح دراعاتها دي للأسف الشديد استقبالها بقى للمرض، لأن هي على طول تاني يوم أو ثالث يوم دخلت المستشفى، فجأة كده وقعت ويعني تدهورت الحالة الصحية. ربنا يرحمها يا رب آمين، ويرحم أمواتنا المسلمين جميعا. فأنا بالنسبة لي على الرغم من السيدة دي توفاها الله سبحانه وتعالى، إلا إنها رؤية تدل على إنها إنسانة صالحة وعاشت مستعدة للحظة دي. ربنا يرحم موتانا جميعا يا رب، ويا رب يبشركم جميعا بكل الرؤى الحلوة. وبإذن الله استنوني السبت الجاي إن شاء الله لايف جديد، وهفسر لكم بإذن الله الأحلام الجديدة. شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.